السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات عبد المغيث. حلقة أخرى كتجمعنا بكم على القناة، ونتمنى دائما أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. فيديو اليوم فيديو رائع فعلا، فيديو اللي غادي يفيد كل سيدة، خاصة بالنسبة للناس اللي كيخدموا لي كوموند. غادي نتقسم معاك الطريقة الجينية في تنقية اللوز. غادي تحتاجي 5 دقائق فقط باش غادي تنقي كمية كبيرة ديال اللوز بدون عوين وكذلك بدون مساعدة، خاصة الناس اللي كيخدموا لي كوموند. صدقيني طريقة حصرية على القناة ديالي حلويات عبد المغيث، كتقدمها لجميع المتتبعات الوفيات والمشجعات لها. بقاو معايا باش تعرفوا على هاد الطريقة. اول شيء كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخد اللوز اللي غادي ندير في واحد الكاسرول شويه ديال الماء، وهو مازال باقي بارد. غادي ندير فيه اللوز دقه واحده. اون فوا غادي يطلع الغليه غادي نصفيه مباشره، ما تخليش في الماء باش ما يتنفخش، وهذا هو السر باش الحلاوي ديال اللوز ما تيتنفخوا. يعني احنا ما خصناش الحلوه ترتق اولا الحلوه تنفخ، وفي نفس الوقت خصنا نحبسوا ليه الطياب ديالو باش ما يهراش. غادي ناخد كمية ديال الماء اللي غادي يكون بارد، وغادا نوضعها اولا نخويها اولا نصبها فوق هاد الكمية ديال اللوز. ومن بعد غادي نعاود ناخد كمية اخرى ديال الماء، وغادي نعاود نخوي على هاد اللوز باش اول شيء هذيك اللون القوي ما تجينيش العقدة ديال اللوز، ما تجينيش اللون مغلوق. فوالا كيف كتشوفوا معايا 3 المرات كتشلي اللوز ديالك. من بعد غادي تاخدي مباشره واحد البلاستيكه غادي ديري فيها هاد اللوز، وحنا عارفين بان اللوز كنستعملوه بالنسبه للبريوات، بالنسبه للسلو كذلك، حتى بالنسبه للمحينشات. وبزاف ديال الناس اللي كيخدموا الحلوى كتكون عندهم كوموند اللي كبيره في عيد او لعرس، وحتى بالنسبه لينا حنايا باش غادي نستغلوا الوقت. هادشي غير قلتوا لي اختصاري، انا اختصرت الفيديو. غادي ناخذ واحد البلاستيكه نوضع هاد اللوز وندوز مباشره باش نقيه بالطريقه الجنيه. من بعد على حسب الكميه ديال اللوز اللي عندك غادي تاخدي واحد الزيف وغادي تحطي فيها، هاد الزيف، وغادي تبداي من بعد دلكي اولا دعكي بهذا الشكل. اكيد غادي يبدا يخرج لك اللوز من الجناب، وهذا الشيء اللي ما بغيناش، ولكن غادي نوريك طريقه اللي غادي تخليه مجموع وبلا ما تبقاي كل مره تقلبي. فوالا كيف كتشوفي معايا، ولوي لهاد الجهه ولوي الجهه الاخرى. غادي تعاودي تحلي الزيف اللي فيه اللوز وتقلبي الجهه الاخرى، وتعاودي تقلبي لهاد الجهه كيف كتشوفي معايا. وغادا تاخدي الجنب ديال الزيف غادي نحط هاد الجهه على هاد الجهه، ونعاود نتني بحال غادي نتني واحد المسمنه، نتني من هاد الجهه ونتني من الجهه الاخرى، وغادي تبداي بحال كدلكي اولا كتفركي في الحوايج كيف كتشوفي معايا. ما تيبقاش يخرج اللوز اول شيء، وثاني شيء غادي نحلو غادي نلقاوه تفرك بسرعه. غادي تقولي غادي نبقى نهز في القشور وحده وحده، غادي نقول لك صبري معايا شويه وبقاي، وغادي تشوفي كيفاش غادي نحيدو القشور بسهوله بدون تعب. وصدقيني 5 دقائق فقط نقي فيها الكميه اللي عجباتك واللي بغيتي ديال اللوز بدون تعب بدون مجهود وبلا ما تحتاجي العوين. اكيد بزاف منكم غادي يبقى يلقط هكا القشور ديال اللوز وحده حدا وحده، ولكن هادشي ما بغيناش لان مازال بقى تابعينا لي كوموند، باقي تابعنا الشقه، وفي نفس الوقت كنحاولوا ما امكن اننا نديرو اشياء اللي قصيره اولا اللي سريعه. غادي ناخذ واحد البلاطو نوضع فيه
هاد اللوز اللي عندي، سينو الا هاد الشي الا ما كانش عندك الطبق. انا فكرت في البنات اللي خارج المغرب يديروا غير بلاطو هكا، كديو تجيبي اللوز وفوالا ها هو وجدت. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. اما بالنسبه للطريقه الثانيه كيف غادي تشوفوا معايا. اختصاري اختصاري غادي نحرك اللوز بهذا الشكل، وغادي تجيبي اما شي واحد حداك ياخذ غلاقه ديال السبيره ويبدا يرش، اولا ديري الفرفاره، اولا نفخي بفمك من بعيد اكيد، اولا تقدي مع الشرجم وغادي يبدا يطير هذاك القشور بوحديتو. وهكا غادي نكونوا حصلنا على اللوز ديالنا كيف قلت لكم بسهوله، بدون تعب بدون مجهود. وكنعاود ناكد، اما قديه مع الشرجم ويكون البرد، اما ديري الفرفاره، اما كملي نفخي فمك باش يطيروا هذوك القشور. واكيد غادي تبعدي باش يطيروا هذوك القشور، ولا ديري الغطايه ديال السبيره. هذه كانت طريقه الجينيه في تنقيه اللوز، والى اللقاء.